السلام عليكم ومرحبا بكم في قصة جديدة من قصص صالون شاي عائشة. قصتنا اليوم قصة لطيفة وسعيد، قصة غادي نحطو فيها الرحال في دولة سويسرا ونشوفو مع بعضياتنا كيفاش صفاها سعيد اللطيفة بلا شفقة وبلا رحمة، وكيفاش أن الوالدين والتربية ديالهم لوليداتهم والمبادئ اللي كينشئوا عليها الوليدات في الصغر كتأثر عليهم في الكبر ديالهم وفي الحياة الشخصية أولا العملية أولا الاجتماعية، لأن كيكونوا متأثرين بالظروف الاجتماعية اللي كيكونوا عايشينها والأسرية، وبالتالي نفسيتهم ما كتكونش سليمة وكيكونوا عرضة أنهم يكونوا في القبضة ديال الذئاب البشرية. لطيفة نشأت مع واحد الوالدين للأسف والدين غير بالسمية، كانت عايشة في دولة فرنسا هي والديها، هي من مواليد 1993، وباها كان متعاطي للمخدرات، والأم قالت له شي انت ما كتعرف حتى هي متعاطية للمخدرات، كانوا عايشين لك ما كاين لك الكوكايين في الدار والطايح اكثر من نايض، وهذاك البنيته مسكينه عايشه كتخدم راسها بوحديتها، ونهار اللي كيتقطعوا وكيسخن عليهم راسهم تيجيو يبردوا فيها الجنون ديالهم، لا من ناحيه الام ولا من ناحيه الاب. هادوك الوالدين كانوا الا هضروا كيهضروا غير على الكوكايين، وإلا ناقشوا شي موضوع كيناقشوه غير على الكوكايين، وإلا ضربوا كيضربوا غير على الكوكايين، وإلا اجتمعوا كيجتمعوا غير باش يضربوا الصفوفه ديال الكوكايين. اما البنت مسكينه لطيفه ما عندها حتى شي دور في هذيك الحياه، جابوها غير باش يعذبوها، ما عندهم عليها حتى شي عاطفه. البنت كبرت في واحد البيئه غير سليمه، وبالتالي كانت البنيه ديالها هشه، وكانت يعني سريعه الانفعال ومنطويه على الذات ديالها، وكانت اللي هضرات معها غير قسم او لا قسمين كتنفعل عليها وكتمشي بحالتها. عاشت بلا صحابات بلا ما عاشتش الطفوله الصغيره ديالها، لدرجه انه كان عندها واحد التأتأة في الكلام ديالها. واحد النهار لطيفه مشات للمدرسه وبدات كتحكي للمعلمه على ان امها كتعنفها لما كيتقاضى ليها واحد الغبره بيضاء. المعلمه علمات المساعده الاجتماعيه ومشاو عندها المنزل وفكوا لطيفه من الام ديالها. هذيك الام اللي كانت هذيك الساعه في هذاك الوقت كانت غير هي اللي كتحمل المسؤوليه ديالها، من بعد ما ان الاب كان تاجر للمخدرات وكان تشد في الحبس، وكانت هي بقات غير مع الام ديالها. كتعاود لطيفه بانه ما عمرها عقلت على راسها هاد الوالدين تهلاو فيها ولا وكلوها ولا شربوها، كانت كتجي من المدرسه وهي في سن صغير وكطيب الماكله لراسها وتقضي الحوائج ديالها راسها، بحكم ان والديها يعني كانوا كياخذوا هذيك الماده وكيدخلوا في عالم اخر، كتسالى ليهم وكيفيقوا عاوتاني كيمشيو عاوتاني يتناولوا ديك الماده ويدخلوا عاوتاني في داك السبات ديالهم. هزوا البنت من عند الام ديالها وداوها المؤسسه ديال الرعايه الاجتماعيه. كبرت تما مع هذوك الوليدات حتى وصل واحد الوقت وكانت هي مولعه بواحد الرياضه ديال الباسكت، كانت مولعه بها، فشدات الشهاده ديالها وخرجت تقلب على العمل. قلبات على العمل يعني في دولة فرنسا، ولكن بما أنها كانت يتيمة الأبوين فقررت أنها تمشي تمشي للدولة ديال سويسرا وتخدم فيها، بحكم أن المستوى المعيشي طالع في هذيك البلاد ما قداتش تواكب وما قداتش يعني تحمل المصاريف ديال الأكل والكراء والاخر، فقررت انها تمشي تسكن في الحدود ما بين فرنسا وما بين سويسرا، وتشري واحد السياره وتبقى غاديه جايه. صراحه لطيفه من خلال يعني الابحاث اللي دارت عليها من بعد ما وقعت الجريمه كيقولوا بانها كانت واحد الانسانه اللي ما نساتش الفضل ديال هذوك الدور الرعايه الاجتماعيه عليها، بحيث انها كانت كتمشي للناس لهذيك الاماكن ديال دور الرعايه الاجتماعيه وكتفقد هذوك الناس وتدي لهم لي كادو من بعد ما هي اشتغلات. واحد النهار وهي راجعه من العمل ديالها من سويسرا المدينه اللي كانت كتقطن بها اللي في الحدود مع ما بين فرنسا وما بين سويسرا،
كطيح ليها الطوموبيل اون بان، كطيح ليها اون بان، وكيجي واحد الراجل اللي كان غادي غير على رجليه كيتنزه، واستنجدات به يعني طلباتو انهم يساعدها، فبدل ليها الرويضه ديال الطوموبيل، وشاف بانها يعني البنت مسكينه على نيه الله، وكانت كما قلت لكم كانت يعني كتبان انها شخصيه مهزوزه. فقرا فيها هاد القضيه، وما عبد حتى عطاتو النمره ديال التليفون، بقى كيلح عليها ولا هكذا، وانا راني قال لها انا راني فرملي في المستشفى الفلاني، هي قالت له راني خدامه في البلاصه الفلانيه ديال الاحذيه الرياضيه والالبسه الرياضيه. تبادلوا بيناتهم النوامر ديال التليفون، ومشى بحالاته. في الليل لما وصلت للدار وهي كتلقى واحد الميساج جا ليها في التليفون، الا وهو ان هذاك السيد كيقول لها حقا وعجبتيني وما عمري شفت شي وحده بحالك، وباين عليك بنت الناس وما نعرفت شنو، حتى انا راني مغربي، ودابا انا راه عندي عيد الميلاد غدا ان شاء الله، وبغيت نديرو في شي دار ديال الرعايه الاجتماعيه. لطيفه بحكم انها عاشت اليتم واخا والديها حيين، وبحكم انها يعني كانت كتمشي عند دوك الناس وكتفقدهم وفيها واحد البذره ديال الانسانيه، قالت واو، انا طحت على جوهره ثمينه. كيفاش ان هذا السيد هذا بغى يعني غادي يدير عيد الميلاد، يعني غادي يديروا في دور ديال الرعايه الاجتماعيه، ما يمكنش. هذا واحد الانسان راه فريد من نوعه، هذا واحد الانسان اللي ما غلقاش بحاله، هذا واحد الانسان طحت على شي جوهره اللي ما كاينش بحالها. قبلات انها تمشي معاه لدار الرعايه الاجتماعيه باش يدير عيد الميلاد ديالو. بقى هكاك الحال، عجبها الحال، كانت يعني مستأنسة بالوجود ديالو، مشى بحالته هو لدارو وهي رجعت لدارها. بدا دائما سعيد كيصيفط ليها في الميساجات وكيبغي يتلاقى بها. واحد النهار هو يصوني عليها في الليل، قال لها لطيفة عتقيني، قالت له شنو بغيتي، قال لها راه دابت مع مول الدار، وهذاك اللي مشارك انا وياه الدار، ودابا راه خصني فين نبات، واش ممكن انني نجي نبات عندك؟ قالت له اجي مرحبا بك، الا بغيتي تبات اجي. وهو راه كان مقدم ليها نفسه على اساس انه ممرض. السيده ما فطناتش على اساس انه يعني لاباس عليه ممرض في سويسرا، عنده باش يمشي ياخذ واحد الشقه، ولا ياخذ واحد يعني واحد البيت في شي اوتيل. لا، هي مسكينه بالطيبوبه ديالها، وانها عاشت العزله وعاشت يعني اليتم ديال الوالدين وكل شيء، ما فكرتش في هذا الشيء بتاتا. عماها الحب وعمتها الصوره اللي هو كان كي يلعب عليها، يعني هو كان داهيه، كان كيلعب ليها على واحد الصوره انسانيه، وانه ولد الناس، وانه كيبغي الخير، وانه خدام، وانه باغي حتى هو كيقلب على بنت الناس وشحال من حاجه. جا جلس معاها هذيك الليله في الصباح، هي ناضت بكري، نوضات وقالت له نوض باش تمشي للخدمه. قال لي حقا راني هاد النهار ما كنخدمش، انا كنخدم سيمانه بالنهار في الصباح، والسيمانه كنخدم بالليل. خلاتو في الدار مشات تخدم كما قلت لكم في سويسرا. باش رجعات كتلقى الدار مقاده والطويجين محطوط وكل شيء. زاد الحب ديالها لهداك الشخص، وزاد اقتنعت به اكثر، وزاد قالت صافي هذا اللي ما خصنيش نفلتو من يدي ابدا. انا طحت على واحد الرمانه اللي هي مغمطه، طحت على كنز ما خص هذا الكنز حتى شي واحد يعرفو. عجبها الحال وناض هو فتحها في الموضوع ديال انه اجي نديروا واحد الزواج اللي هو يكون بالفاتحه. وحنا كنعرفوا ان الاغلبيه ديال الجاليه العربيه كتلجا لهذه القضيه، اللي كتكون مقيمه خارج الوطن كتلجا لهذه القضيه ديال الزواج بالفاتحه. نض قالت ليه لا، ما يمكنش، انا لما درتش واحد الزواج اللي هو موثق مدنيا ما غاديش نتزوج. قال لها صافي ماشي مشكل، تزوجوا. لطيفه كانت نيه بزاف، وحسات حسباتو باها وحبيبها وراجلها وامها، دارت فيه كاع الثقه العمياء ديالها. لطيفه كانت من النوع اللي جماع ودمار، وكانت كتقول يعني ما حدي باقا صغيره واخا ندير غير واحد لابارتمون فين تستر فيها وفين نعيش فيها، خصوصا ان كانت عارفه ما عندها لا والدين لا حتى شي حاجه اللي غادي تتكى عليهم. كانت جامعه واحد 25 مليون، ومشات قالت ليه راني جامعه انا واحد 25 مليون. زادوا تحلوا عينيه على لطيفه، وزاد كبر الجشع ديالو على لطيفه. بقى كيخمم ليها كيفاش غادي يدي من هذيك 25 مليون. واحد النهار جاو كيقول لها بانه كاينه واحد الشقه كتباع، ودابا الا بغيتي نمشيو نشريوها. قالت له الثمن ديالها شحال؟ قال لها 50 مليون. قال لها عطيني ديك ال 25 مليون اللي عندك،
وخُدي قرض واحد آخر من البنكة، ومن غادي نديرو غادي نمشيو ناخدو هداك الآخر. لطيفة بكثرة ما كانت كتثيق فيه، خصوصًا أنا كان كيهضر ليها على دور الرعاية الاجتماعية، كان كيهضر ليها على المبادئ، على الأخلاق، على المُثل، كيتعامل معاها مزيان، والآخر ما عمّر شكّات فيه أو حتى كان عندها ذرة الشك في هذاك السيد أنه يكون شي حاجة من غير هذيك الصورة اللي هي كتشوفه بها، هي كتشوفه بصورة ملاك. عطاتو 25 مليون وقامت بالإجراءات القانونية، ومشات زادت ليه 25 مليون أخرى بدون ما تقول ليه لا أرى لي الوراق ولا فين هما الوراق باش شريت ولا حتى شي حاجة. ضربات الطم صافي في راسها أنه شرات أبارتمون وبقات ساكتة. جا عيد الميلاد ديال لطيفة، هي راجعة من الخدمة وهي تقول أراك نمشي نقول ليه أننا نمشيو ندوز عليه الخدمة ومن تماك نمشيو نسهرو أنا وياه. وكان هذاك الأسبوع اللي كيخدم هو كيخدم بالنهار، وكان عاطيها واحد الاسم ديال واحد المستشفى اللي هو بعيد ب30 كيلومتر على المكان ديال العيش ديالهم، باش ما عمرها تمشي تقلب في هذاك المستشفى. مشات هي وياه، لأن المدة ديال الزواج ديالهم كانت بحرا شهرين. مشات هي وياه مشات عنده المستشفى، كتقول لهم بغيت فلان الفلاني، كيقولوا لها مستحيل هاد السيد ما كاينش. كتقول لهم غير ركزوا راه كاين هاد السيد هنايا. قالت لهم لا، قالوا لها لا ما كاينش. صونات عليه في التليفون وهي مازال في المستشفى، وقالت ليه الو فينك؟ قال لها راني في مكان العمل ديالي. قالت له اش كدير؟ قال لها كنخدم. قالت له صافي هنا غادي نجي عندك. قال لا 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 بلاش، وانا كدا وانا هادي وانا هادي وانا هادي، وبقى كيدخلها وكيدرب ليها في الهضره. هذيك الساعه في هذيك اللي الهول ديال ديك الصدمه كتمشي عقلها ل50 مليون مباشره. قالت صافي طحت في نصاب. مشات كتجري ورجعت للدار. باش رجعت للدار بقات كتسناه حتى جا السيد، وهي كتواجهه بالحقيقه، ولا ربما هذا هو الغلط اللي دارت، ما عرفتش تخدم ليه، يعني غير من تحت الدف واجهاته مباشره. كتعرفوا داك الناس اللي كيكونوا مربيين مع القوار والاخر كيكون عندهم نيشان واجهاته وقالت له انا جيت عندك للسبيطار وما لقيتكش انت اصلا في داك السبيطار. بقى يعني مادام حطاته قدام الامر الواقع قال لها لا وانا راني مخدامش وخفت نخسرك وكنبغيك وما عرفت شنو وهادي وهادي ودي. بقى كيطبطب عليها وتاقت فيه مسكينه، وقال لها انا يعني هادشي كله درتو لانني ما قديتش نفقدك، خصوصا اني شفت فيك كاع الاحلام ديالي وشفت فيك يعني فتاة العمر ديالي وكذا وهادي وهادي. بقى كيلعب عليها بالكلام المعسول وتيقاتو مسكينه، وقال لها دابا شوفي اش غادي ديري، تمشي تلبسي احسن ما عندك وتقادي شعرك وتقادي وجهك، وحنايا راه حنايا غادي نخرجوا وغادي نسهروا، غنبداو السهره في الدار ونكملوها انا وياك في شي بلاصه اخرى. مسكينه طاقت للاسف، طاقت ولبست حويجاتها وقدت حالتها وجاب ليها واحد الكويس ديال العصير وقال ليها نبداو بعدا في الدار وعاد نمشيو لبلاصه واحده اخرى نكملوا السهره وهاد الليله ليلتنا وما نعرفت شنو. بدا كيلعب عليها بالكلام المعسول، بدات كتاخد في هذاك العصير حتى بدات كدوخ وطاحت ليه تماك. اش غادي يدير هاد السيد؟ غادي تبان له فيها أنه يقتلها ويصفيها لها، لأنها عرفات وكشفات الحقيقة ديالو، لأنه مجرد بارون ديال المخدرات فقط، واحد كيبيع المخدرات، تاجر ديال المخدرات، وطيحها في الشباك ديالو من بعد ما عرف بأنها بنت باب الله. وهي الخطأ اللي دارت أنها عاودت له على حياتها من الدقة الأولى، عاودت له كل شيء. مشى وشدها ودخلها للبانيو وبدا كيفيق فيها باش تفيق. ما بغاتش مسكينه، ما قدرتش تفيق وتيصرفقها بواحد الصوره الله يستر خايبه بلا شفقه بلا رحمه. جردها من الملابس ديالها وقام العلاقه الجنسيه معاها وشد جيفها قتلها. وما ما اكتفاش بهذا الشيء، قطع ليها الشعر ديالها كامل، حسنوا ليها بواحد الآلة ديال الحلاقة، وبدا كيلكم فيها وكيضرب فيها وما بدون شفقة ولا رحمة. والأدهى من ذلك أنه
قام يشد الموس وبدا كيضرب فيها، كيضرب فيها، كيضرب فيها، كيضرب فيها بالطعنات. قال ليك في التحقيقات قالوا له: "علاش ضربتيها بالطعنات كاملين؟" قال لهم: "باش من يمشي من نحطها في الغابة ياكلوها الوحوش، يعني الذئاب والثعالب وداك الشي، وما تبانش المعالم ديال الجريمة." وبدا كيجهز عليها وعلى الجثة ديالها وتيقتل فيها مسكينة وهي راها فارقة الحياة، وداها بصح للغابة. ومن بعد واحد اليومين أولا 3 أيام كيلقاوها الناس ديال الوقاية المدنية وكيديوها للمختبر. ف سبحان الله غير بهداك l'ADN وبالآخر كيكتشفوا شكون هو الجاني اللي هو الزوج. مشاو للشقة ديالها واقتحموا الشقة، هو خلاص بات ما سما. فكيلقاو كاع هادوك داكشي ديال l'ADN كاين لا في الآلة ديال الحلاقة اللي لقاو شعرها كلّه محيد، لا في الكيسان اللي كانوا كيشربوا تما العصير ولا ما عرفت شنو داكشي كانوا كيشربوا، لا يعني كلشي كان كيبين بأن الزوج هو الجاني. الزوج بات ما صبح لمدة شهرين وهما كيقلبوا عليه، طفى التليفون في مرة، ولكن واحد النهار زغبو الشيطان وحل التليفون. وبما أنهم كانوا كيتعقبوا المكالمات ديالو، الإحداثيات ديال الهاتف ديالو، لقاو عليه القبض وحكموا عليه ب25 عام سجنا نافذا، ولكن في الاستئناف ردوها له ل18 عام. صراحةً أرى أنه كان حكم مخفف لأنه يستحق أكتر، يستحق الإعدام في هاد النازلة، لأن مسكينة للأسف ما عاشت لا عيشة زوينة مع والديها ولا عيشة مع الناس، ما كانتش sociable، كانت إنسانة يعني اللي منغلقة على النفس ديالها. زيد عليها طاحت في نصاب وشفار وقمار، وزيد عليها أن النهاية مسكينة ديالها كانت مأساوية. دمتن في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.